الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. أنا حبيت إننا نتكلم عن حب الأم شوية، بس أنا مش هتكلم معاكم عن الأم اللي هي الأم الفعلية، لا، أنا هتكلم عن أم تانية خالص، هي بلدنا الغالية مصر. عاوزين نتكلم شوية عن حب مصر. مصر اللي عشنا وهنفضل عايشين فيها طول حياتنا. مصر اللي اتربى فيها أهلينا وكبروا فيها وربونا فيها. مصر اللي نديها بحياتنا ودمنا. مصر اللي ربنا ذكرها في القرآن وكرمها وفضلها على كل بلاد العالم. مصر اللي كانت القائد للعرب وهتفضل كده على طول. مصر اللي العالم كله بيتمنى انه يكون مكانها ومنها. مصر اللي علمت العالم كله الرقي والحضاره. مصر اللي كانت منارة العلم وما زالت. مصر ارض النيل، مصر التاريخ. حد فيكم يقدر ينكر ان مصر هي اللي طلع منها اعظم واكبر العلماء والمفكرين والادباء؟ مصر دي حاجه كبيره خالص. ليه بقى انا حاسس ان حبها في قلوبنا بيقل؟ لو كل واحد فينا عمل اللي عليه وحب البلد بجد من قلبه هنبقى اعظم بلد. هنرجع مجدنا وحضارتنا. انا مش عايز كلامي يبقى كلام انشا ومن نوعيه الخطب والمواعظ. انا عاوز نتكلم مع بعض ونحاول نفكر في حلول عمليه ونحط ايدينا في ايدين بعض عشان مصر نكبر بيها وتكبر بينا. ودايما ما تنسوش قول الله سبحانه وتعالى عن مصر: بسم الله الرحمن الرحيم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. شاهر نور الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى